تعريف مفصل عن جماعة الغوالم. دائرة الرماني بمنطقة زعير. جماعة الغوالم هي إحدى الجماعات القروية الواقعة ضمن النفوذ الإداري لدائرة الرماني في إقليم الخميسات، الذي يعد جزءاً من منطقة زعير المعروفة بعمقها التاريخي وأصالتها الثقافية. تتميز جماعة الغوالم بطابعها القروي الذي يطغى عليه الطابع الزراعي والرعوي، مما يجعلها منطقة مهمة في مجال الإنتاج الفلاحي. الموقع الجغرافي: تقع جماعة الغوالم على امتداد هضاب منطقة زعير، محاطة بتضاريس طبيعية تتمثل في الأراضي الزراعية الخصبة والتلال. تبعد عن مركز الرماني بحوالي بضعة كيلومترات، ما يجعلها على اتصال وثيق بالمركز الإداري لدائرة الرماني. المناخ السائد في المنطقة شبه جاف، مع شتاء بارد وأمطار موسمية تسهم في النشاط الفلاحي. السكان والتركيبة السوسيو-اقتصادية: سكان الغوالم ينتمون في غالبيتهم إلى قبائل زعير، وهي قبائل معروفة بتمسكها بالتقاليد والأعراف القبلية الأصيلة. يعتمد السكان بشكل رئيسي على الفلاحة التقليدية وتربية الماشية كمصدر رزق أساسي، إلى جانب بعض الأنشطة الحرفية المحدودة. تشتهر الجماعة بإنتاج الحبوب مثل القمح والشعير، بالإضافة إلى تربية الأغنام والماعز. المرافق والخدمات: تضم الجماعة مدارس ابتدائية وعدداً من المساجد التي تشكل مراكز للتعليم الديني والتجمعات الاجتماعية. رغم الطابع القروي، هناك محاولات لتوفير البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب، مع وجود تحديات في تطوير شبكة الطرق والمسالك القروية. التراث والثقافة: تحتفظ جماعة الغوالم بعادات وتقاليد زعيرية عريقة، مثل تنظيم المواسم الفلاحية والاحتفالات التقليدية المرتبطة بالتبوريدة الفروسية، التي تعتبر جزءاً أساسياً من التراث المحلي. تتميز المنطقة بتقاليدها في حسن الضيافة والكرم، وهي من السمات الأصيلة لقبائل زعير. التحديات والتنمية: تواجه الجماعة تحديات مرتبطة بالهجرة القروية نحو المدن بسبب نقص الفرص الاقتصادية. تطمح المنطقة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى دعم الفلاحين في تطوير تقنيات الإنتاج الزراعي. علاقتها بمنطقة زعير: جماعة الغوالم جزء لا يتجزأ من منطقة زعير الكبرى، التي تعد رمزاً للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وموطناً لقبائل زعير التي ساهمت في إثراء التاريخ الوطني. تحافظ الجماعة على هويتها الزعيرية وتعتبر امتداداً لجذور هذه القبائل. جماعة الغوالم تمثل مثالاً حياً للقرى الزعيرية التي تجمع بين البساطة الريفية والتقاليد الأصيلة، مع إمكانيات كبيرة للتنمية إذا توفرت الاستثمارات المناسبة في القطاعات الفلاحية والخدماتية.